السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ عملت معاكم في الفيديو اللي فات الميزانية بتاعة 10 ايام، وكانت من ضمن الميزانية اللي انا نزلتها لكم في الفيديو برجر الفراخ، ووعدتكم ان انا هعمل البرجر ده في فيديو لوحده، وهقول لكم ازاي ان البرجر يطلع معاكي مظبوط جدا، يطلع جوسي وطري وفي منتهى الجمال وهش ومتماسك. ازاي ان احنا الخطوات تكون مظبوطة، والخامات او المقادير اللي احنا هنحطها تكون مظبوطة، بحيث ان الهمبرجر يطلع معاكي متماسك، ويطلع في نفس الوقت هش وطعمه حلو جدا جدا جدا، ويديكي كمية حلوة برضو في نفس الوقت. هاخد صدر فرخة معاها ورك، ومعاها قطعة من الدهن الضاني، دهن مش كبيرة، قطعة مش كبيرة، مش هتأثر في الكمية دي كلها. الورك اللي انت هتحطيه احنا خليناه، الورك دوت مهم جدا ان يخلي الهمبرجر بتاعك هش وطري، ويكون الصدور هتخليه متماسك. وكمان حتة الدهن الضاني اللي انت هتحطيها هتديله هشاشة وهتديله طعم حلو جدا جدا، هياخد الطعم بتاع الهمبرجر بتاعك في حتة تانية. هنزل بعد ما قطعت قدامكم الصدر، وبعد ما قطعت الورك وقطعت الدهن الضاني، هنزل بيه وافرمه مع بصلاية متوسطة. انا اصلا البصلاية مفرومة. هفرم الكمية بتاعتي على مرتين، هفرمها كلها وارجع لكم. فرمت الكمية، طبعا ما هيش متماسكة بالقدر الكافي، هنخليها متماسكة ازاي؟ وكمان يمص المية او يتشرب المية بتاعت البصل معلقتين من النشا. المعلقتين دولت مهمين جدا. اولا هيتشرب المية اللي بتاعت البصل بتاعتك، وهتديله الهمبرجر قوام حلو جدا. ونزلت دلوقتي بحوالي نص كوباية او كوباية الا ربع من البقسماط اللي مطحون، وهقلبه. البقسماط هيديله التماسك او هيخلي العجينه بتاعه البرجر بتاعتي متماسكه. لو قللت البقسماط العجينه مش هتبقى متماسكه، ولو زودتيه العجينه بتاعتك هتبقى ناشفه ومش هتبقى كويسه ولا هشه ولا حلوه. عشان كده اتحكمي جدا في مقدار البقسماط ان انت توصلي للقوام دوت. وقفي البقسماط المطحون، ما تزوديش عن كده. كده يديلك قوام حلو جدا ويخليه هش وفي نفس الوقت طعم حلو جدا. وهنزل بالبهارات بتاعتي. اول حاجة بهارات البرجر، خلي بالك ان البهارات دي بيبقى فيها نسبة من الملح، عشان وانت بتحطي الملح بتاعك خليكي حذرة شوية عشان ما يحدقش معاكي. هنزل بالفلفل. طبعا البهارات بتاعه البرجر فيها الثوم والبودر والبصل البودر، فيها كل حاجه، فانا مش هزود غير الفلفل وشويه شطه بسيطه وملح بسيط جدا، علشان برضك زي ما قلتلك في ملح في بهارات البرجر بتاعي. هقلبه وهقلبه كويس جدا. خطوه مهمه جدا ان انت تقلبي المكونات بتاعتك حلوه قوي، لازم تتقلب كويس، ولازم تفضلي زي ما انت كده تعجني في العجينة بتاعتك علشان يبقى فيها قوام متماسك. اهي هشكلها معاكم. انا شكلت الصدر والورك، والله ادوني 19 قطعة، وكان حجمهم حلو جدا. وزي ما قلت لك ممكن يبقوا 20 لو صغرتها، بس انا بحب القطعة تكون بحجمها كده مناسب قوي. شكلته، ما عنديش قالب بتاع البرجر، مفيش مشكلة، اي غطا علبة عندك. وهو ومعانا الكيس احنا مقطعينه، دي اكياس تلاجة وانا مقطعاها بالشكل دوت. بصوا السمك بتاع البرجر بتاعي حلو قوي كده. هغلفه في الورقة او الكيس البلاستيك بتاعي اللي انا مقطعاه، ده كيس تلاجة انا مقطعاها بالحجم ده.
بحيث ان انا اعمل الكميه كلها وتبقى متغلفه زي اللي بتشتريه من بره عشان ما يلزقوش في بعض لما تيجي تفرزيهم. ويا ريت تفرزيهم بالصوره دي وبعد كده تجمعيهم. عاوزه تحمريه كده حلو قوي مفيش مشكله. عاوزه تخزنيه ويطلع من الفريزر تبدأي تستعمليه برضو مفيش مشكلة. هو كده جاهز ان انت تفرزيه وتخزنيه. ممكن يقعد معاكي بالشهر واكتر ما يجرالوش اي حاجة في الفريزر. وادي قطع البرجر بتاعتي وانا مخزناها. والله احلى بكتير بكتير من اللي ممكن تجيبيه من بره واطعم بمراحل. مش ممكن ان هم يخدموه ويظبطوه زي ما انت تكوني عاملاه بالطريقه ديت. حقيقي والله اطعم بمراحل. هسويها معاكم ونشوف هنعمل سندوتش البرجر بتاعي التحفه ده ازاي. الطاسه اهي احط كميه زيت بسيطه. مش عاوزاه يبقى مغمور في الزيت. حبة زيت بسيطة كده ووزعهم في الطاسة واسيب الزيت يسخن على النار. واجيب البرجر بتاعي وانزل بيه. احنا نحطه في الفريزر ونطلعه وقت التجهيز. دي من الحاجات السريعة جدا اللي لو انتي مش فاضية تقدري تكوني عاملاها وتخرج في ثواني تكون جاهزة معاكي. هقلب فيه على النار وهسويه بالطريقة ديت ومش هيكش منك. ليه؟ عشان انا حطاله النشا. المعلومة دي مهمة جدا. النشا برضو بيخليه ما يكشش منك وانت بتسويه. هيطلع نفس الحجم بتاعه. وادي معايا العيش اللي هعمل فيه سندوتش. هنزل بالمايونيز في ارضية العيش بتاعي. ممكن تحطي الكاتشب او ما تحطوش زي ما انت عاوزة. انا بس احب الكاتشب وانا اثناء الاكل. بحب المايونيز بس اللي بحطه في ارضية العيش. وشريحة طماطم مع شريحة من الفلفل الاخضر. ممكن تضيفي بصل ممكن تضيفي جبنة شيدر زي ما انتي عاوزة. كده حلو جدا 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 وطعمه رائع. وبألف هنا للي يجربه. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد بإذن الله. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. استودعتكم عند الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.